السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب متنسونيش طبعا بالاشتراك في قناتي، قناة يوميات اخوات. النهاردة هعمل معاكم الجلاش بالطريقة العادية جدا اللي احنا متعودين عليها من زمان. هو الجلاش سمنة، مكسرات بقى، شوية سوداني، زبيب، جوز هند، اللي انت حباه بتحطيه في الحشو بتاعك. هنبدأ نقول بسم الله. الأول نحط سمنة، شوية سمنة على زيت في الصينية كده، نفس الطريقة دي. ونجيب ورقة الجلاش كده، حطينا أول طبقة من الجلاش، على طول عليها ندهنها بالسمنة كده على طول. على فكرة مش لازم الترتيب، عادي جدا لو بالطريقة العشوائي عادي. ونحط الجلاش كده اهو، مش لازم واحدة، ممكن اتنين مع بعض، تلاتة مع بعض. اهم حاجة السمنة بتاعتها نحطها، متبقاش كتير قوي ولا قليل، لازم يكون عليها كلها سمنة. يعني سامحوني برضو لو انتوا شايفينها ان هي مقطعة شوية الجلاش، هو بس عشان هي كانت عندي في الفريزر والاولاد عندي نفسهم ياكلوا حاجة مسكرة. طبعا رحت جاية على الفريزر، طلعتها وعملتها زي ما انتوا شايفين. هنحط طبقات طبقات كده بطريقة عشوائي، بس اهم حاجة نقفل الجوانب، يكون في اطراف بره علشان نرجع نقفل عليها من فوق، زي ما برضو هوريكم دلوقتي معايا. يا رب بس طريقتي تعجبكم يا رب. متنسونيش طبعا بالمتابعة والاشتراك في قناتي، قناة يوميات اخوات. يوميات اخوات دي قناتي اسمها كده. ويا ريت لو عند اي حد تعليق في حاجه مش عاجباه يقولها لي برضو، عادي جدا، انا برضو هستفيد من حضراتكم كلكم. عندكم اكله يعني حابين تقولوا لي عليها اعملها لكم ونجربها سوا، عادي جدا. دلوقتي احنا وصلنا لنص الجلاش، دلوقتي ده كده النص. احط بقى ايه؟ اي حشوه عندك، اي حاجه انتوا عايزينها. يعني انا عندي سوداني، زبيب، جوز هند. في ناس ما بتحبش الزبيب، عادي جدا ما تحطهوش. انا بقى بحب السوداني، فممكن عشان كده تلاقوني مكتراه قوي، بس عشان انا بحبه. نحط بقى نقفل الجزء اللي فوق زي ما انتوا شايفين حضراتكم. هو مش مفروض خالص ان احنا نشيل ورقة ورقة، لا، عادي جدا لو شلتي 3-4 ورقات جلاش مع بعض عادي، مش هيعمل اي حاجة. بس اهم حاجة تحطي سمنة بزيادة زي ما انتوا شايفين كده، سمنة بزيادة عادي. ونقفل. طبعا اثناء ما احنا بنعمل بنشغل الفرن، علشان هي المفروض تدخل على فرن ساخن، وفي نفس الوقت اول ما بندخل الجلاش بنهدي عليه عشان يورق ويطلع معانا حلو. لازم نهدي عليه شويه. طبعا برضه هقول لكم على طريقه العسل بتاعه اللي انا عملته. هو انا عملته بقالي شويه، طبعا علشان العسل والحلويات بتحب الحاجات اللي بتحب العسل البارد، فلازم تعملوه هو اول حاجه وتبردوه، تعملوا له حمام ميه بارد. تعمليه من اول اليوم، من قبل اصلا ما تعملي نوع الحلاوه بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده انا بقفل كده. هنقفل بالطريقه دي كده، نفس الطريقه دي. تحاولي تقفلي كلها عشان لما تيجي تقطعيها تقطع معاكي كويس جدا كده. نقفلها حلو، ما نخليش فيها اي تكتلات،
وندهن تاني شوية سمنة من اللي احنا معانا دي. الورقة دي بقى انا خليتها في الاخر علشان انا بحب احطها تشيل اي شكل. بصوا الحركة دي بقى، برفع كده بايدي واروح منزلة دي تحت. الحركة دي بتغطي عندك اي شكل مثلا مش حلو فوق، مش لطيف، مش عاجبك، تحطي الحركة دي حلوة. انت اصلا بكل سهولة بتلاقيه بيترفع معاكي نفس الطريقة دي كده اهي، ولا كأننا عملنا اي حاجة. طبعا شايفين كده. السمنة خلصت معايا الحمد لله. طبعا انا خلصت اصلا الحمد لله. دلوقتي هحطها في الفرن. هنقطعها طبعا الاول وبعد كده هنحطها في الفرن. نقطعها الاول. زمان ايام امي وجدتي احنا كنا بنحط الجلاش في التلاجة ساعة، نص ساعة. على فكرة المعلومة دي برضو انا لسه فاكراها، بس طبعا انا مش هعمل كده، انا هحطها في الفرن على طول. عادي يلا هنحطها في الفرن. ده بقى شكل الجلاش بعد ما قطعته. هحطه في الفرن دلوقتي على نار متوسطة مثلا نص ساعة. طبعا احنا بنفضل نراقبه كل شوية، نروح نبص عليه. اول ما نلاقي الاحراف كده اهو احمرت، نشغل الشواية ونديها وشه. اول ما تطلع بنحط عليها العسل البارد، وهوريكم برضو ان احنا هنعمل ايه. شكل الجلاش بعد ما طلع من الفرن، هننزل عليه بقى بالعسل. العسل طبعا اهو اللي انا عملته، طبعا انا عاملاه من الصبح. هننزل كده اهو، بيكون بارد. طبعا اي حلويات احنا بنحط العسل بتاعها بارد، وبنسيبه يتشرب. بعد ما بيتشرب بنطلعه وهيبقى طبعا ان شاء الله حلو. اهوريكم بعد ما طلع دلوقتي، بس بجد شكله وريحته حاجة تشهي. وبألف هنا وألف شفا على قلبكم. متنسوش طبعا المتابعة والاشتراك في قناتي واللايك لو عجبكم الفيديو بتاعي. شكرا.